مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. أنا هوجين هادي، سأقدم لكم نشرة موجزة لأهم الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. داعش يجدد قصفه على ريف كوباني. الجندرمة التركية تنهال بالضرب على الصحفي كردي. الحكم ب6 سنوات على نائب من حزب الشعوب الديمقراطي. إليكم التفاصيل. جدد تنظيم الدولة الإسلامية داعش قصفه بالأسلحة الثقيلة لريف كوباني الغربي يوم أمس الجمعة، دون أن يسفر القصف عن وقوع خسائر بين المواطنين. وكان قد أطلق تنظيم الدولة الإسلامية داعش أول أمس قذائف في الهاون على قرية بوراس جنوب غرب كوباني، مما أسفر عن فقدان مدنيين لحياتهما وإصابة آخر من عائلة واحدة. وحسب الأهالي فإن وجود تنظيم داعش في جرابلس يشكل خطرا على كوباني بسبب تكرار اعتداءاته وقصف القرى بريف كوباني الغربي من جرابلس والقرى المحيطة بها، رغم أن طيران التحالف الدولي يستهدفهم في تلك المناطق بشكل متواصل. تعرض الصحفي ولاد بكر عضو نقابة صحفيي كردستان سوريا ومراسل قناة أورينت نيوز ليلة أمس لضرب مبرح على يد الجندرمة التركية في قرية كور علي أثناء عبوره الحدود. وكان بكر يعمل على إنتاج فيلم وثائقي عن الحدود، وتعرض المواطنين الكرد للإهانات والضرب على هذه الحدود. هذا وقد صادرت الجندرمة الكاميرا التي كان يحملها بكر. من جهتها نددت نقابة صحفيي كردستان سوريا بهذا التصرف واصفة إياه بغير الإنساني، كما طالبت النقابة السلطات التركية بالتحقيق في الحادث وبضرورة تسهيل عمل الصحفيين. تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بالإجماع مشروع قرار فرنسي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، ودعا المجلس جميع الدول إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية بما يتفق مع القانون الدولي لمحاربة المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية، والقضاء على معاقل المتطرفين في أراضي البلدين. ودعا مجلس الأمن في قراره إلى تفعيل الجهود لوقف تدفق المقاتلين الأجانب على سوريا والعراق وتجفيف منابع تمويل الإرهابيين. حكم القضاء التركي يوم الجمعة بالسجن 6 سنوات و3 أشهر بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية على النائب لازجين بوتان من حزب الشعوب الديمقراطي. وكان بوتان قد انتخب الشهر الماضي في البرلمان وأقسم اليمين يوم الثلاثاء. وحكم على نائب سابق من الحزب نفسه و4 من أعضاء نقابة للمعلمين بالعقوبة نفسها بينما تمت تبرئة 2 آخرين. وكان جميع هؤلاء أوقفوا في العام 2011 في إطار حملة واسعة للشرطة ضد الأوساط الكردية أفضت إلى اعتقال مئات البرلمانيين والمحاميين والصحفيين والناشطين المقربين من حزب العمال الكردستاني في جميع أنحاء البلاد. عقد تيار سوريا الغد مؤتمره التأسيسي في مدينة اسطنبول، وذلك في قاعة المؤتمرات في فندق هيلتون بمشاركة أكثر من 40 مندوبا. هذا وكانت غالبية المندوبين من المكون العلوي إلى جانب أكثر من 40 شخصية سياسية معارضة كضيوف، ومنهم رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة الذي افتتح المؤتمر بكلمة حول ضرورة مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في الثورة السورية. هذا وتستمر أعمال المؤتمر ليومي 21 و22 من الشهر الجاري. مستمعي هيفي اف ام، انتهت النشرة الموجزة. نشكركم على حسن الاستماع ودمتم بخير.